السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. كتير من الأمهات لما بتضرب أولادها أو تعنفهم أو تصرخ في وشهم أو تعاقبهم عقاب صعب بتبقى فاهمة إن ده طفل صغير وبكرة ينسى مع الوقت، وهو يعني لما يبقى راجل ولا كبير ولا يتجوز هيبقى فاكر الحاجات دي. للأسف أيوة بيبقى فاكر، وبتبقى فاكرة وبتجرح مشاعرهم وبتأثر في نفسيتهم وبتعمل لهم حاجة اسمها الهشاشة النفسية. تلاقي نفسية الولد أو البنت ضعيفة ومش واثق في نفسه، وأي موقف شبه الموقف اللي اتعرض له وهو صغير بيفتح له الملف في دماغه بالصوت والصورة والمشاعر. وعشان تصدقي الكلام اللي بقوله لك حاولي تغمضي عينيكي علشان ما تتشغليش بالحاجات اللي حواليكي، لا تبصي المروحة ولا غسالة ولا تلاجة، عشان تبقي فاضية للمشاعر والملف اللي في دماغك. عايزة أسألك سؤال، هل انت فاكرة الناس اللي أذوكي وانت صغيرة؟ فاكرة مين كان بيضربك؟ فاكرة مين كان بيهينك؟ فاكرة مين كان بيقولك كلمات جارحة ويتنمر عليكي؟ فاكرة مين كان بيقولك ابقى قابليني لو فلحتي؟ فاكراه صح؟ فاكرة شكله وصوته والموقف اللي كان بيضايقك فيه. بالظبط ابنك أو بنتك لما يكبر هيبقى فاكرك بالصورة دي، فاكر صوتك ومشاعرك وحركاتك لما كنت بتهجمي عليه علشان تضربيه، وهو شايفك بالنسبة له هو طفل صغير طوله ما يعديش 70 سنتي، وانت ما شاء الله طول بعرض وجاية مبرقة وايدك مفرودة عشان تضربيه. هو شايفك زي الديناصور بالنسبة لمقارنة حجمك بحجمه. لما بيفتح الملف لما يكبر ويفتكر المشاعر دي والصوت اللي كان بيأذيه والإيد اللي كانت بتضربه، عايزة أسألك سؤال واحد، تفتكري هيحرك مشاعر الحب والبر تجاهك ولا مشاعر تانية ما تتمنيش إن هي تتحرك؟ علشان كده نصيحتي لكل أم عصبية وكل أم صوتها عالي وكل أم بتعدل السلوك بالضرب والإهانة، أقول لها لا تكن ما تكره. يعني ايه؟ يعني اذا كنت كرهتي التنمر والضرب والعنف وانت صغيرة، ليه بتعيدي نفس الدورة ونفس الكرة مع ابنك او بنتك وتحطي نفسك مكان الشخص اللي كان بيأذيكي؟ ليه تخلي مشاعره تجاهك مش سوية؟ وللأسف الموضوع ما بيقفش على الهشاشة النفسية، يعني الطفل مش بس بيفقد ثقته بنفسه، لا ده بيعمل وسائل وحيل دفاعية تعويضية يتحول لشخصية سيئة جدا لو كان أب أو أم. تلاقي الولد بيعامل أولاده بنفس الأسلوب اللي كنت بتضربيه بيه ونفس الألفاظ اللي كنت بتقوليها بيقولها لأولاده، وبتبقى حياته في البيت مش مجرد أب حنين بيعول ويحتوي أولاده، لأ هو بيعيد نفس المسلسل اللي انت قدمته له، لأن ما عندوش برامج تربوية ولا نفسية اتزرعت جواه من وهو صغير غير اللي خده منك العنف والإهانة والصوت العالي، فبيجي يدور في ملفاته على أسلوب يربي بيه أولاده. مسكين ما عندوش غير اللي اتربى بيه. وكذلك البنت، لما عندنا نوعين من البنات، يا إما بتخلص من بيت أهلها وتتجوز أي جوازة وتتحمل أي مشاق علشان تبعد من الجو العنيف ده لأن ما زالت الذكريات بتطاردها والمشاعر السلبية بتطاردها، يا إما بتعوض بناتها إن هي ما تعيدش نفس المسلسل التربوي اللي انت ربطيها عليه. بتبقى أم حنونة وجميلة وقريبة من بناتها وتقول كده بالنص في الاستشارات، أنا بحاول أعوض ولادي أو بناتي الحرمان اللي أنا عشته، بحاول ما أذيهمش نفسيا زي أنا ما تأذيت نفسيا. وللأسف معظم الأمهات غافل عن الجانب النفسي في التربية ومركز على الجانب الرعائي أو الرعاية، الأكل والشرب واللبس والمصاريف والمدارس. وبالنسبة للتربية أهم بكتير العامل النفسي من العامل المادي اللي هو الأكل والشرب، لأن ممكن الطفل يأكل أي حاجة ويشرب أي حاجة بسيطة على قد المستوى، لكن أهم شيء تكون نفسيته قوية وما يكونش عنده هشاشة نفسية، وده اللي احنا بنقدمه لأولادنا. فالأم في بيت زوجها أو المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. تعرفي مسؤولة دي كلمة صعبة جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وقفوهم إنهم مسؤولون. لما ربنا يسألك عن الطفل اللي نفسيته اتدمرت وطلع أب مدمر نفسيا وطلع ابن لص أو كذاب أو سارق أو غيره، انت المسؤولة عن السلوك ده لأن انت اللي زرعتي فيه التدمير النفسي والهشاشة النفسية. نصيحتي لكل أم
ما درستش تعديل سلوك الأطفال والمراهقين، ولا ازاي تتعامل معاهم، ولا ازاي تدعم نفسيتهم وتقوي ثقتهم بنفسهم. ادرسي، ادخلي على اليوتيوب وشوفي فيديوهات، خدي كورس تعديل سلوك الأطفال والمراهقين، اقرأي في التربية، اقرأي في الصحة النفسية. الفيديوهات مفيش أكتر منها على اليوتيوب، لكن ما تسيبيش نفسك عرضة للوراثات أو العادات والتقاليد اللي تربينا عليها، لأن مش كلها صح، معظمها فيه حاجات خاطئة بتدمر النفسية وتسبب الهشاشة النفسية لأولادنا، والآخر نعاني معاهم في بيوتهم، لأنه لا بيكون أب سوي ولا بتكون أم سوية، وكل يوم والتاني عندها مشاكل كان أساسها قبل ما تطلع من بيتك شايلة الملفات اللي ربت بيها أولادها، وللأسف بتكون ملفات خاطئة وقابلة للتعديل، لكن احنا ما عندناش الفرصة ان احنا ناخد كورسات، ولا بنفكر ندرس، ولا بنفكر نتغير. لو داخلين مشروع تجاري بنسأل ونعمل دراسة جدوى، لكن مشروع تربوي وبنربي أولادنا وبنربي أطفالنا ما بنفكرش حتى نسأل منين يودي على فين. يا ريت نعتبر أولادنا وبناتنا مشروع حياتنا، ونتعلم علشان خاطرهم، ونسأل ونستشير وناخد كورسات. ايه المشكلة ان احنا نربيهم صح؟ والمجهود اللي بتبذليه دلوقتي وهم صغيرين بيكون أسهل وأسرع نتيجة وأسرع إنجاز، لكن لما بيكبروا بيتعبوكي وبياخدوا مجهود كبير والنتيجة بتكون ضعيفة، لأن بيت الشعر بيقول: إن العيدان إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. اللهم ربي لنا أبناءنا واصنعهم على عينك يا كريم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.